التاريخ دايما بيشهد على حروب كتير جدا حصلت بين البشر وبعض. منهم حروب كانت لاجل الارض، ومنهم حروب لاجل المواد، ومنهم حروب كان فيها البشر بيدافعوا عن شيء معين، زي ما احنا عملنا في حروبنا الاسلاميه كتير جدا. احنا كنا بندافع عن قضيه وهي قضيه نشر الدين الاسلامي. في بعض الدول اللي كانت بتحارب لاجل تامين حدودها، ولكن النهارده هعرض لك شويه حروب انا مش عارف احنا هنتكلم عنها ازاي بصراحه، يعني انها حرب اصلا، ولكن هي حروب حصلت بجد. عدم حدوثها زي سبب حدوثها، هي عباره عن كوميديا للتاريخ بس مش اكتر. خلينا نبدأ بأول حرب فيهم وهي حرب الدلو. احنا متعودين في الغالب إن الحروب بتقوم بسبب أرض أو نفط، موارد، أو السيطرة على السلطة. بس في حرب حصلت في أوروبا بسبب شيء تاني خالص. زي ما قلت لك اسمها حرب الدلو، وهي حصلت بسبب دلو. الدلو ده يا جماعة اللي هو الجردل. الحرب دي حصلت سنة 1325 في إيطاليا، بين مدينتين جنب بعض في إيطاليا، واحدة اسمها مودينا والتانية اسمها بولونيا. في يوم بالليل مجموعة من جنود مودينا اتسللوا دخلوا مدينة بولونيا، ودخلوا نص المدينة وخدوا جردل اللي هو الدلو من بير موجود في نص المدينة. حاجة ما تستاهلش، يعني عايز اقول لك انها حاجة تافهة جدا. طبعا بولينيا اعتبرت ده اهانة واعلان حرب، وطلبوا من مدينة مودينا ان هم يرجعوا الجردل اللي هو الدلو. التانيين دماغهم اصغر، رفضوا ان هم يرجعوا الجردل، والنتيجة قامت حرب بين المدينتين. راح ضحية الحرب دي 2000 شخص. طب احنا في مصر في نعمة، انت متخيل كان في كام حرب ممكن تقوم بسبب الكوبايات اللي بتتسرق؟ يعني الكوبايه اللي محطوطه جنب ثلاجه الصدقه، انت متخيل في كام كوبايه اتسرقت كان ممكن يقوم بسببهم حرب؟ لكن ربنا طبعا كرمنا، يعني الحمد لله مفيش حاجه حصلت. لحد وقتنا ده الجردل ده موجود او الدلو ده موجود في برج اسمه برج الاجراس، موجود في مدينه، عشان يكون شاهد على الهبل اللي حصل. صدمه تاريخيه هو شاهد عليها. وده لو بيوريك حاجه بيوريك قد ايه الكبرياء عند البشر ممكن يخليهم يحاربوا بسبب حاجه تافهه جدا ما تستاهلش زي جردل. الحرب الثانيه هي حرب بيسموها حرب الاذن المقطوعه، ودي حرب قامت بين امبراطوريتين عظمتين اللي هما انجلترا واسبانيا. الحرب دي حصلت سنه 1739، وسببها كان قبلها ب8 سنين لما كان في قبطان اسمه روبرت جينكنز سفينته اتمسكت من حرس الحدود الاسباني. الاسبان كعقاب قطعوا له ودنه اليمين، كقرصه ودن، بس طبعا الودن الشمال، اليمين قطع، وقالوا له خدها وريها للملك بتاعك، كده كده مش هيفرق يعني. القبطان جينكنز ما نسيش الاهانه، وخد ودنه اللي انقطعت اللي هي ودنه اليمين، حطها في برطمان وحط معاها ماده حافظه. بعد 8 سنين من الحادث ده، بعد طبعا قطع ودنه، حصل نزاع بين الدولتين اسبانيا وبريطانيا. جه جينكنز وقف في البرلمان الانجليزي وطلع ودنه اللي موجوده في البرطمان ورفعها كاشاره لبدء الحرب، وكدليل للاهانه الاسبانيه للانجليز. انت ممكن تتخيل ان الموضوع تافه، انا عايز اقول لك ان انجلترا البرلمان بتاعها صوت بالاجماع، يعني مفيش حد اعترض، كلهم وافقوا على الحرب لمجرد ودن الراجل اللي انقطع، وقامت حرب شرسه بين البلدين. الحرب الثالثه هي حرب طروادة، اشهر حرب في التاريخ. الحرب اللي بنقعد نسمع عنها اساطير وحصان طروادة والكلام الفاضي ده، وبرضه محاربين في الاساطير اليونانيه زي اخيل اللي كان برضه من المحاربين الاقوياء جدا، اللي كان بيرمي الرمح وكان الرمح بياخد فردين معاه، ده حسب برضه الاساطير اليونانيه. وحصار استمر لسنين لمدينه طروادة. عارف بقى التافه في الحرب دي كان ايه؟ برغم القصص الاسطوريه اللي حصلت، ان الحرب دي كانت عامله زي خناقه الشارع بسبب واحده ست. القصه بتقول ان الامير باريس اللي هو كان امير طروادة هرب مع زوجة ملك سبارتا اللي هي كان اسمها هيلين، اللي كان بيتقال انها من اجمل سيدات اليونان. ملك سبارتا اللي هو كان اسمه منلاوس اتجنن ازاي مراته تهرب مع عشيقها اللي هو كان بينهم علاقه في السر، وقامت حرب بين جيشين استمرت لمده 10 سنين كامله من الحصار والمعارك والمبارزات الدمويه. برغم ان بعض المصادر بتقول ان كان بينهم علاقات كويسه بين سبارتا وطروادة، ولكن بعض المصادر بتقول ان غالبا السبب ما كانش هروب هيلين. السبب الحقيقي كان ان سبارتا كانت طمعانه في منطقه اسمها بحر ايجا اللي كانت مسيطره عليه طروادة ومسيطره على كل طرق التجاره، فكان مجرد بس هروب هيلين بمثابه احسن سبب لدخول في حرب، وتقدم لسبارتا على طبق من ذهب برغم معاهده السلام اللي بينهم. ولكن الناس سجلوها في التاريخ كقصه حب نشأ بسبب حرب، لان الناس ما بتحبش العاطفه. محدش حابب يتكلم ان السبب كان طريق تجاري،
الناس كلها بتحب الشيء العاطفي. خش على الحرب الرابعه معانا وهي حرب ال30 عام. حرب قعدت 30 عام، واضحه من الاسم يعني، هاشتاج بديهيات. التاريخ بيقول ان حرب ال30 عام كانت في الاساس هي حرب دينيه، ولكن في الحقيقه حرب ال30 عام ما كانتش حرب دينيه بالمره. ايوه ماشي، كان في نزاعات دينيه وصراعات تعصب ديني شديد جدا وحروب دينيه حصلت في اوروبا زي ما قلنا في حلقه اوروبا السوداء الحلقه اللي فاتت، ولكن في الحقيقه الحرب دي ما كانتش حرب دينيه. الحرب دي اصلا هدفها هو تغيير مجرى القوى السياسيه. يعني من الاخر كان في عيله واحده بس هي المتحكمه في السياسه في اوروبا، اللي هي عائله هابسبرج. دي عائله ملكيه، وبالمناسبه هي ليها قرابه مع كل العائلات الملكيه اللي هتحاربها. انجلترا وفرنسا حاربوها وهي ليها علاقه بيهم، ليها قرابه. امبراطوريه هابسبرج كانت ماسكه النمسا وقتها كانت امبراطوريه كبيره، واخده كمان البلقان اللي كان فيها تشيكوسلوفاكيا وكان فيها صربيا وكرواتيا والتشيك وغيرها وغيرها. والناحيه الثانيه كانت ماسكه اسبانيا وبعض الاجزاء من ايطاليا، وكانت بتدين بالدين المسيحي الكاثوليكي. وده اللي ما عجبش مين الدوله البروتستانتيه الوحيده اللي في المنطقه بالظبط؟ انجلترا. ودخلت معها حرب. تقول لي طب ما هي حرب دينيه يا معلم، فين المشكله؟ اقول لك بقى ان اللي كان في الحرب بيدعم انجلترا كانت فرنسا الكاثوليكيه. انت متخيل ان فرنسا الكاثوليكيه كانت بتدعم انجلترا البروتستانتيه ضد النمسا واسبانيا او الهابسبرج اللي هم الكاثوليك برضه؟ فده لو كان يبين لك حاجه، باين لك ان الحرب ما كانتش دينيه، الحرب كانت من باب تغيير نظام القوى الموجود في اوروبا. ولكن المؤرخين حطوا ستار الدين من حيث ان هم يخبوا الموضوع، وسابوا السبب الحقيقي اللي هو الطمع في النفوذ والسلطه. الحرب الاخيره لحلقه النهارده ان شاء الله هي حرب ماتش كوره. ماتش كوره انتهى بحرب، طبعا ده مش ديربي يعني، مش زي الاهلي والزمالك، لا ده حرب قامت بجد بسلاح وضحايا. حرب بين دولتين، وده في التاريخ الحديث سنه 1969 حصلت في دول موجوده في منطقه امريكا الوسطى. الدول دي اللي هي هندوراس والسلفادور. الدول دي كان بينهم قضايا، كان بينهم مشاكل من باب الهجره ومن باب توزيع الارض، لان كان في مشاكل حدوديه بينهم، تقسيم الحدود. بس الشراره اللي ولعت الحرب دي كلها كان ماتش تصفيات كاس عالم 1970 اللي شاء القدر ان الدولتين دول يلعبوا قصاد بعض في ماتش التصفيات. اللي بدا الشغب ده كان هندوراس، واللي بدات بشغب قوي جدا، واللي كان الرد بتاعها من السلفادور بشغب اقوى. وجه في الماتش الحاسم والجو ولع بعدها، لدرجه ان السلفادور قطعت علاقاتها الدبلوماسيه مع هندوراس، وديت الخطوه اللي قبل الحرب. طبعا الحرب ما قامتش بسبب الماتش كان هو القشه التي قصمت ظهر البعير. يعني كان في مشاكل قبلها من ترسيم حدود وهجره، وكان ديت النقطه الفاصله. ماشي، التعصب الكروي كان ليه دور، ولكن هو كان ليه اخر دور قبل قيام الحرب. حرب استمرت لمده 100 ساعه، وطبعا الخسران الوحيد هو الشعب اللي راح ضحايا بسبب شيء تافه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه عشان تتفرج على الجزء الثاني من حروب ملهاش لازمه. اعمل لايك وانزل بص على الديسكربشن، هتلاقي لينك الانستجرام ولينك التيك توك، بنزل عليه دايما معلومات جديده، فيديوهات قصيره. تابعنا عشان تعرف كل جديد. سلام.